بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معكم أبو عبد الهادي من قناة الخير، وببقى سعيد والله لما ببدأ حلقات قناة الخير معاكم، وأتمنى تكونوا بخير. وفي النهاردة إن شاء الله رب العالمين حلقة خاصة عن كيفية التربية في البطاريات داخل المنازل. يعني يا جماعة أنا أقصد إن الحدود والإمكانيات المتاحة عند أي إنسان يقدر يبدأ بيها، بمعنى إن المكان بيبقى طبعا عامل مهم أوي في تربية الطائر، ولكن على قد الإمكانيات بنشتغل. يعني زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، أنا مربي في أوضة فوق السطح عندي، مسقفها بخشب زي ما انتم شايفين، وحاطط فوقها صاج، والأوضة زي ما انتم شايفين كده متاحة، وحاطط فيها شوية بطاريات بفضل الله، وبادئ مشروع طيب كده. فأنا زي ما بعمل ببلغكم بالظبط، لأن في ناس اتكلمت في التعليقات قالوا إن في حلقات سابقة كنت منزل فيديو عن آه، ازاي ان احنا نتعامل مع درجات الحرارة العالية في المكان. طبعا هنا درجات الحرارة يعني بتبقى اقل من بره كتير. يعني بره، لو بره مثلا بره عامله 40 و42، بتبقى عندي هنا في قلب المكان مثلا 32 30. فدي درجه حراره مناسبه لاستقبال الكتاكيت، فهي ديت درجه معقوله. انما لما الطائر بيبدا يكبر ويبدا الدوره الدمويه بتاعه بتنشط، ومربيه انا في مكان زي دوت، فانا بتغلب على درجات الحراره، بحاول اتغلب. طيب لو في انسان ما عندوش امكانيات ان هو يعمل خلايا تبريد والموضوع دوت، فانا بتكلم في حدود الامكانيات المتاحه لاي انسان. يعني ممكن تجيب لك بطاريه عباره عن دورين مثلا، وتبدا تربي فيها بفضل الله من قيمه حوالي مثلا 30 كتكوت. جميل، مش وحش، وبعد كده تكبر وربنا يكرمك. فده اللي انا قصدته. انما حضراتكم التغلب على درجات الحراره في الاوقات ديت احنا بنعمل ايه؟ لما الفرخ يوصل لسن 25 يوم، بيبدا الطائر في مرحله ان المناعه بتاعه كل ما بيكبر كل ما بيضعف، كل ما مناعته ما بتكبر كل ما بيضعف. يعني احنا نحاول طيب نتغلب على الموضوع ده ازاي؟ يعني انا والله حتى كمان من السن الصغير ده، لما بلاقي درجات الحراره عاليه في المكان او كده، بص حضراتكم انا حاطط البخاخه اللي انا كنت قلت لكم عليها، ميه بزيت نعناع، ابخبخ عليهم شويه، بلاقي درجات الحراره بتقل فعلا بالفعل في المكان. يعني انا كمان الفراخ عمرها النهارده اسبوع، درجات الحراره عندي شوفوا حضراتكم عامله كام، تقريبا 31 او 32 كمان اهيت، واخدين بالكم؟ يعني معقول، زائد ان انا مفتح المكان هنا، عامل تهويه، وعامل برضك تهويه في الباب المقابل، فلذلك الهواء بيتجدد، فالعمليه ماشيه بدون خلايا تبريد بدون اي حاجه. فالاخ الكريم اللي كان اتكلم معايا بيقول في فتره التجويع اللي انا بجوعها ديت لمده لتسع وعشر ساعات دي غلط، لا. فكلمته حضراتكم بقول له لا، في حدود الامكانيات، بمعنى ان الفرخ اول ما يوصل سنه ل 25 يوم بيبقى محتاج درجات حراره اقل. يعني ممكن توصل لغايه 26 و27، ده معقول، وممكن 25 كمان في الجو الحر اللي احنا فيه. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ فبالتالي انا من الساعه 7 بقوم اطلع انضف لهم واظبطهم، وابدا على مثلا تيجي 8 9 ابدا اشيل الاكل في عمر كام يوم؟ 25 يوم. بعد ما بشيل الاكل بفضل، طبعا درجات الحراره في الوقت ده والرطوبه عاليه، الرطوبه عاليه، الطائر واكل بقى. طبعا انا سايبه من فتره الساعه 7 بالليل لتاني يوم الساعه 9، الاكل قدام منه بياكل تمام التمام. فلما بشيل بقى من الساعه 9 حضراتكم لغايه تاني يوم، ممكن لغايه الساعه 7 بالليل، لان درجات الحراره بتبقى عاليه. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ الطائر ولا يسيبوا اي حاجه، عارفين لو الاكل قدام منه طول النهار هياكل، والدوره الدمويه بتاعه هتنشط، هينفق، هيموت، لان احنا شغلنا الدوره الدمويه بتاعه. كاننا كبني ادمين بالظبط. احنا لما بنصوم وبنجوع وبنقعد وقت طويل في الصيام، احنا بنجوع قوي، فبنقوم جايين ايه يعني، اسف في التعبير، دبنها. فبتاكل، حتى تلاقي انسان احيانا، في ناس بتزيد في رمضان ليه؟ بياكل تمام التمام قوي قوي، ويبدا يخمل ويكن، يبدا الاكل ده يتحول لجسم الطائر للحم. فده اللي احنا عاوزينه، بس في المرحله دي، في المرحله العمريه من بعد 25 يوم.
يبدا فتره تحويل تشوفوها يا جماعه عن تجربه، والله العظيم عن تجربه. بتشوفوا اوزان ما شاء الله تبارك الله، يعني عمري مثلا 29 يوم والله يا جماعه بيبقى عندي 2 كيلو. انتوا واخدين بال حضراتكم؟ وفي حاجات متفاوته. فانا بكلم طبعا الاخ العزيز، بقول له جرب جرب مش هتخسر في الحر دوت. انا بقى بتعامل بالطريقه دي، بتكلم في حدود امكانيات الناس، يعني اللي ما عندوش امكانيات ان نجيب خلايا تبريد والحاجات ده كله ويظبط درجه حراره الجو، لا متاح ان احنا نعمل كده بفضل الله. واخدين بال حضراتكم؟ يعني انا لسه مبخبخ لهم حالا اهوت، وشايفين حتى كان في لحلحه والدنيا مش مظبطه، ما هم بدأوا يهدم والجو بقى كويس والعمليه هديت خالص. فيعني كده بالشكل دوت ان شاء الله رب العالمين تتم دوره طيبه، وربنا يرزقكم ويرزقنا الجميع. طبعا انا سعيد اني بتكلم معاكم، وطبعا احنا اخوات يعني، وهكبر بيكم، وربنا يبارك لكم ويبارك لنا جميعا. ورجاء ما تنسوش الاشتراك في القناة، وجزاكم الله كل خير، وتفعيل زر الجرس، واي استفسار انا تحت امركم. كان معاكم من قناة الخير ابو عبد الهادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.